السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حلوين النهاردة، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دولت شوية طماطم حلوين كده، حشنا الجمع بتاعهم الاخضر ده وفتحناهم نص فتحة حلوة كده، وهنحطهم على النار نعمل احلى شوية كاتشب. مش هنحط معاهم لا فلفل احمر ولا بصل ولا توم. عايزين الكاتشب بطماطم بس، معلاش اي خضروات. شوية بصل حلوين كده مع اللحمة، هنعصج اللحمة دي مكعبات فراخ. انا بشفيها وبعملها في علب كده وعينها في الفريزر لمنين ما احتاجها الاقيها. تعملي منها مكرونة، تعملي منها بيتزا، تعملي منها حواوشي اللي انت حباه، تبقى جاهزة عندك متشفية ومتقطعة زي ما انت حباها بقى. لا اله الا الله. طبعا قطعنا شوية البصل دول جوانح كده، وهنحطهم على النار بشوية زيت وشوية ملح وفلفل والتوابل بتاعته حسب ما انت حابة التوابل بتاعتك. انا كالعادة بحط فلفل اسمر وملح وبهارات السبع حبات، مش ازيد من كده. ما بحبش البهارات الياما على الاكل، ما بتديش للاكل طعم ياما يعني ولا حاجة، هو الركع على النفس. طبعا الفلفل بتاعنا، الكاتشب كان طاب، وسيبنا البصل واللحمة اتعصجت حلوة كده، المكعبات الفراخ حلوة ما بفرمهاش، انا بحبها مكعبات كده. ودي كيس خميرة ومعلقة ملح وكوباية لبن كالعادة ونص كوباية من بتاعة القهوة زيت، حوالي 3 معالق من معالق الأكل. ومعانا نص كيلو دقيق معادل 3 كوبايات ونص بالمج الشاي العادي. لو ما عندكيش ميزانة يعني هما 3 كوبايات ونص. واهم حاجة نعجن عجينتنا حلوة كده، هي خدت اقل من ربع كوباية مية معايا كمان زودتي، ولو حابة تعجنيها مية صافي بس عادي، بس هاد من اللبن متوفر عندي انا بعجن بيه. ممكن نعملها بمية بس بالزيت بالخميرة بالملح بتاعتها عادي. طبعا لما تعجنيها انا لين عجينتها، عشان لما تلاقينا عجينتها لما ترفع منك وترتاحي العجينة مش هننجلها في بولة تانية ولا حاجة، هنسيبها زي ما وهنغطيها بفوط المطبخ ربع ساعة بس. هنا الكاتشب ضربناه في الخلاط وبنصفيه، لو مش حابة تصفيه عادي، بس انا بحب اصفيه. دهنا الصينية بتاعتنا زيت او سمنة زي ما انت حابب، وهنعمل احلى بيتزا بالفراخ. طبعا شايفين العجينة بتمشي معايا، ايدك على الصينية كلها، الحتة التخينة في الصينية وانت بتخبزي حاولي توزعيها الحتة الرقيقة، تخليها كلها قد بعضها كده عشان ما تبقاش معاكي حتة تخينة وحتة رقيقة. عايزة تعملي لها حرف تخين زي بتاع المحلات، حاولي وانت بتخبزي تدي ودي على الحرف. بس انا خليتها بصراحة قد بعضها، بس ما خرمتش الحروف عشان اما الحرف يجيب معاكي شوية تبقى زي بتاعت المحلات. لا اله الا انت سبحانك انه كنت من الظالمين. وطبعا بالشوكة بتخرمها حلوة كلها كده، اهم حاجة تخرمك فيها بالشوكة، عشان خاطر لما عندك الشوكة اعملي بخل. اظن ما فيش مطبخ في الدنيا بحالها فوق الشوكة. او بخلة السنان اللي هي نظيفة، او بخلة الشيش طاووق تكون نظيفة وبتخرمي بيها. اهم حاجة ان انت تخرمها كلها كده، والجبنة بقى على حسب ذوقك زي ما انت حابين. طبعا الكاتشب بتاعنا طاب وصفناه حلو كده بالتوابل بتاعته، طبعا بالملح بالفلفل بهارات السبع حبات. انا ما حبيتش احط توم ولا اي حاجه عليها خالص على الكاتشب، لان عم قطع لها بصل وفلفل والفراخ كفايه كده، والزيتون والجبنه بتاعتي عسل جو. هتقول لا؟ مش هتقول لا، مش كفايه النف بصل هينفخ. طبعا النار بيكون فرنك سخن، وبتشمعاه في النار كده حوالي دقيقتين او 3، تاخد حاجة بسيطة العجينة تاخد لون بسيط كده زي ما انتم شايفين كده، والكاتشب خد لون برضو ناشف شوية. طبعا هنحط اللحمة بتاعتك على حسب الكمية اللي انت عايزاها بقى.
يا ما شوية على حسب ذوقكم يا حبايبي. انا مزودة شويتين، محدش غريب هياكل. كتري وبلاش تستخسري. بتفردها كلها يا حبايبي كده. اسرع اكله واسهل اكل، مش هتاخد منك اكل. محتارين كل يوم نعمله ايه النهارده، نعمله ايه النهارده. لا، ده ربع فرخه ممكن يعمل لك بيتزايه حلوه، على قرن فلفل اخضر على بصلتين، هيعمل لك احلى بيتزايه، وهتاكلي وهترضي ولادك، والحمد لله رضا. الحمد لله، ربنا يدومها علينا نعمه. طبعا الزيتون زي ما انت حابه برضو حطي ياما شويه، انا مكترتش جو، برضو المعقول حلو. والجبنة بتاعتك انا حاطة جبنة بيضة عادي، ما حطيتش جبنة ميكس ولا اي حاجة، اللي هي صفرة على بيضة اللي هي موزاريلا. اي نوع جبنة المتوفر عندك في السوبر ماركت مش هنقفه الموجود. لا اله الا الله. هتحطها في النار تاني، على النار تاني في الفرن، هتزقها يا ولاد مالي كده. هتزقها في الفرن تاني، وما شاء الله. يعني الكبيرة تكفي ياما، يعني لو 4 هتكفيهم، و4 طفرات هتكفيهم. وديت الصغيرة برضو يعني على قد 2 كده يعني، او 3 ممكن. هي 2 حلوة ليهم. زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم في البيتزا بتاعتي؟ تنسوش تكتبولي في التعليقات، وتعملوا لايك حلو زيكم كده، تشتركوا في القناة يا احلى واغلى اخوات. شايفين خدت لون حلو، والجبنة ومش لازم المطة في الجبنة، لو عيلك بيحبوا المطة بقى كتري جبنة من اللي هي الميكس، اللي هي فيها مطة جامدة يعني. شايفين قارب، شايفين حلاوته، ما شاء الله عليها. انا ما قطعتهاش الا على صواني التقديم. تحطها في الصينيه او في الطبق اللي انت هتقدمي فيه، وهتخرطيها. هي مش تخينه جو، انا مش متخنه البيتزا جو، يعني مش هناكله عجين. وعلى حسب ذوقكم برضو يا حبايبي، وانتوا كلكم ذوق. شايفين ملا انحرقت ولا القعر فيه اي حاجه، كلها زي بعضها. طبعا الصغيره رخرة هنحطها في الصينيه بتاعتها، وهتقطع لقد عدد افراد اسرتك. طبعا لو فضل منك هتكيسيه وهتعينها في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه. لو ما كلوهاش في نفس اليوم هتطلعيها مره تانية تفك حلوه كده وتسخنيه كأنها معموله صبح، مش هيجرى لها اي حاجه. هتقطعها بقى بالسكينه بقطعه البيتزا الموجود عندنا. لا اله الا الله. البساطه في كل حاجه حلو، مفيش احسن منها. مش لازم نكلكله كل حاجه عليها، ياما الموجود عندنا والله في البيت هنعمله. وممكن تعملها باللحمة بقى، باللانشون عندك على حسب أولادنا ما هم عاوزين. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، وتعملوا الأحسن. وبألف هنا وشفا للي كان واللي شاء. تفضلوا معانا أحلى بيتزا. هنحرمش منكم يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي. شايفين سمكه ما هيش تخينة قوي ولا رقاقة قوي، ما شاء الله عليها، ولونها من فوق ومن تحت حلو. شايفين لون الدهب الحلو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.